السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. شكر واعتزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عودة ملعب النادي لأعضاء الشباب. ونشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور سيادته الافتتاح، كما نتقدم بالشكر للسيد اللواء محمد الشريف على الحضور، كما نتقدم بالشكر للدكتوره صباح الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضه، وكذلك كل الشكر لنجوم الرياضه المصريين. ولا يفوتني ان اشكر الكابتن طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضه سابقا، وكبار الضيوف وقيادات العمل النوبي باسكندريه، وجميع الساده الحضور، وكل عام وحضراتكم بخير. وفي نهايه كلامي اقول ولكل قوه: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لحضرتك. كل التحيه الاستاذ عبد الله عثمان رئيس النادي النوبي. بتواصله المستمر مع المواطنين ومتابعة جميع الشكاوى الخاصة بالقيادات الحكومية. إنه سيادة الوزير المحافظ اللواء محمد الشريف، فلنرحب به لإلقاء كلمته. وزير الرياضة الأسبق السيد المهندس طارق عامر رئيس نادي سموحة، السيد المهندس محمد مجاهد رجل الأعمال والذي بذل جهد غير عادي لإعادة النادي وتطويره، الرائعين الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن منتخب مصر، السادة النواب جميعا، الدكتورة صفاء الشريف دكتور وزارة الشباب والرياضة، كل رؤساء الأندية اللي مشرفين معانا. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده في عملية افتتاح أسرع عملية تطوير لنادي حدثت في محافظة الإسكندرية. خلال 4 أيام تم تطوير النادي بالكامل. الحقيقة قبل ما أبدأ الحديث وقبل ما أبدأ الكلام بوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انتصر لإرادة شباب الإسكندرية، وكانت توجيهاته وتعليماته بإعادة النادي إلى ما كان عليه وأفضل. أنا نيابة عنكم ونيابة عن شعب الإسكندرية بوجه لفخامته كل الشكر والتقدير والاحترام وتهنئة من شعب اسكندرية لفخامته. الحقيقة كان أسرع قرار تاريخي لمحافظة اسكندرية، وهو قرار قانوني 100% بإعادة النادي إلى ما كان عليه وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس. الحقيقة محافظة اسكندرية بهذه المناسبة يعني وعمليات التطوير اللي بتتم
احنا بنعلن ان محافظه اسكندريه بتتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح النادي. وده اقل حاجه احنا ممكن نقدمها وتقدمها محافظه اسكندريه لنادي سيدي بشر. النادي العريق اللي يعني تاسس في الستينات وخرج منه العديد من الابطال، وهو المتنفس الوحيد في المنطقه لابنائنا. شكرا لكل واحد بذل جهد ان يعود النادي لاحضان شباب الاسكندريه، ويكون الحقيقه منتهى السعاده ان انا بكون موجود في افتتاح التطوير، ويسعدني اكثر تشريف السيد وزير الشباب والرياضه لينا بهذا الاحتفال. فده يعني حاجه بتسعدنا كتير. مش كده وبس، لما يكون كابتن حسام حسن وابراهيم حسن موجودين معانا في افتتاح عمليات تطوير، والسيد الوزير السابق طاهر بيه ابو زيد، ده يبقى اكبر افتتاح انا بشوفه في اسكندريه على مدار السنوات اللي فاتت. شكرا محمد بن جاهد على الجهد اللي بيوصل. شكرا ليكم انتم شباب المنطقه، كل سنه وانتم طيبين، ويعني نادي سعيد بيكم بدرجه كبيره جدا. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله. والآن مع كلمة سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. سامعين اي حاجه خالص؟ بصوت اهالينا، اهالينا اللي واقفين في الجنب ده يعني موجودين النهارده هذه الفرحه بصوت اهالينا. هي انا بشكر طبعا معالي الوزير المحافظ سياده اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه لدعمه الكبير في ان احنا نكون موجودين النهارده. لكن كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه اللي وجه وبسرعه في مصلحه اهالينا ومصلحه شعبه ايا كان النشاط ايا كان الموضوع. هي توجيهه دي رساله كبيره جدا، رساله ان دايما سيادته شايف مع اهالينا في كل حاجه. وبالتالي اعاده هذا الصرح بالشكل ده، لان هو صرح تاريخي احنا شفنا اهميته ايه بالنسبه لاهالي الاسكندريه. كل الشكر والتقدير لسيادته. النهارده الحقيقه اشكر شكر خاص سيد المهندس محمد مجاهد اللي كان في متابعه لطيفه كبيره جدا مع مديريه الشباب والرياضه بالاسكندريه وكل الجهات المعنيه للحفاظ على اراده اهل سيدي بشر ووجود هذا النادي بارثه الكبير. الحقيقه النهارده بيشاركنا واحنا موجودين الاسره الرياضيه في محافظه الاسكندريه، سيد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، سيد احمد حسن رئيس نادي سبورتنج، كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. انا بحييكم كل الشكر والتقدير. يعني مدير فني منتخب مصر بتجربته المستقبليه والكبيره الحقيقه واحساسه المجتمعي ان هو يكون موجود في هذا اليوم. كل الشكر والتقدير للكابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني والاداري لمنتخب مصر. لو سمحتوا اسمع تحيه يعني طريق الكابتن حسام وابراهيم ووجودهم النهارده لازم كده يعني مدير فني منتخب مصر مش اي حاجه يعني. شكرا يا كابتن حسام، شكرا يا كابتن ابراهيم. يعني النهارده سمعنا للكابتن نبيل عبد الرحمن رئيس نادي سيدي بشر، وبنقول لك يعني كلنا معاك مع جهدك ومجلس الاداره، وايضا عن يعني نادي النوبه العام اللي بنحترمهم وعارفين يعني مدى ترابطهم ووجودهم في الحلقه الرياضيه. اهالينا يعني ليه النوبه استاذ عبد الله عثمان اهلا وسهلا بيك. معالي النائب ايهاب زكريا، زملائنا رؤساء الانديه، طبعا السيد سيبل رئيس نادي اصحاب الجياد، استاذ محمد ابراهيم نقيب محامين الاسكندريه، وكل الحضور الكريم. الحقيقه احنا النهارده موجودين تاني بنقول رساله مهمه جدا للمنشآت الشبابيه والرياضيه واهميه
هذا الموضوع لاهالينا وشبابنا وكل الشعب اللي موجود كمتنفس موجود. بالاضافه الى ما قدمه سياده المحافظ نشكره بشكل كبير جدا. بنشكر كمان صندوق تحيا مصر اللي وجهه فخامه الرئيس لدعم النادي ودعم هذه الانشاءات، يعني بمبلغ مش هقول عليه بس مبلغ كبير شويه. فكل الشكر والتقدير لدعم الدوله المصريه لاعاده المنشآت الرياضيه ورساله كبيره للمنشآت الشبابيه والرياضيه وتواجدها، وده يعني فخر كبير جدا بنتوجه ليه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر والتقدير. وطبعا احنا بنحيي معالي الوزير الاخ العزيز وكابتن مصر مارادونا النيل معالي الوزير كابتن طاهر ابو زيد، كل التحيه والتقدير لوجوده النهارده. يعني نحييه كلنا معالي الوزير الاصغر، كل الشكر والتقدير ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. واكيد مديريه الشباب والرياضه النهارده مع شباب واشبال الوزاره في المحافظه تحتفي وتحتفل معاكم النهارده. كل الشكر والتقدير للدكتوره صفاء. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.